بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل عليكم متابعين قناتي وصفحتي. أنا دلوقتي في مشروع حي النرجس 2 ال309 عمارة سابقا. اللي بيتفرج معايا أنا قدام عمارة من 1 ل5. المشروع ده جميل جدا. الناس اللي طلبت اللي هي تتفرج معايا على مشروع حي النرجس، أنا نزلت النهاردة اهو عشان أصور لكم حي النرجس. يا جماعة المكان جميل، المكان تحفة، المكان رائع. اي حد ربنا كرمه في الاعلان 14 وجاله في ال309 عمارة، يا جماعة ما شاء الله المشروع ده جميل جدا جدا جدا. والف مبروك لأي حد من الاعلان ال14 جاله في ال309. خليكم معايا هفرجكم العماير بالترتيب من على الشارع. انا في الفاصل ما بين ال645 عمارة وما بين ال309. على يمنا ال645 عمارة وعلى شمالنا ال309. ده اعلان وده اعلان تاني، وانا في الشارع الفاصل ما بينهم. لكل اللي طلب اللي هو يشوف عماير ال309 الاعلان ال14 اتفرجوا يا جماعة. ما شاء الله، شايفين الهدوء، شايفين جمال العماير والتشطيب. الصوت حلو كده يا جماعة. لو في اي مشكلة في الصوت يا ريت تبعتولي عشان تسمعوني كويس وتسمعوا اللي انا بقوله. نقول تاني، ده الفاصل ما بين ال645 على اليمين اهي، 645 عمارة حي النرجس 1. ده اعلانات قديمة، الاعلان التاسع والاعلان العاشر وده الاعلان ال14. وادي عمارة المربع ده من 6 ل12 شوية، وهنخش مع بعض نتفرج على اللاندسكيب. اللاندسكيب في المشروع ده تحفة يا جماعة. هتتفرجوا معايا دلوقتي على اللاندسكيب. الصراحة هتبقوا عايزين تقعدوا وما تطلعوش من اللاندسكيب ده خالص. مشروع ال309 عمارة يعتبر اتسلم بقاله سنة او اكتر. الشقق اللي فيه 90 متر 3 غرف وصالة، وفيه 75 متر اوضتين وصالة. اللي عايز برضو يتفرج على عماير ال75 متر يكتب لي في الكومنتات، وبإذن الله أصورها لكم ونتفرج عليها مع بعض. بسم الله ما شاء الله. نحن وإياكم إن شاء الله. أهلا وسهلا يا أستاذة، ربنا يبارك لك ولك مثل ما دعوتني به. شايفين هدوء يا جماعة، والمكان والمساحات الخضراء جميلة. أنا بحب أجي أقعد في البراجولة دي، أوريها لكم دلوقتي، هقرب لكم عليها. براجولة صغيرة دي، ما بين كل عمارة وعمارة في براجولة صغيرة زي دي كده، السكان ينزلوا يقعدوا فيها. شايفين الواجهات يا جماعة، شايفين. وبالنسبة للمواصلات، المواصلات موجودة، الخدمات موجودة، الدليفري موجود. يعني لو في اي حاجة بعيدة عنك بالدليفري بتيجي، مفيش اي مشكلة. مدارس موجودة، كهرباء ومية موجودة. هو الغاز بس لسه منزلش، يعني هو مشكلة بس في الغاز. ربنا يبارك لك يا أستاذة، جزاني الله وإياك خيرا. ما هو أنا حاليا دلوقتي في حي النرجس 2. بإذن الله هاخد بالي من العربيات. حاضر. أنا في حي النرجس 2. أدي حي النرجس 1 645 عمارة أهي. أهلا وسهلا حضرتك جارتي، أنا في 645 برضه. وادي ال309 في وشها على طول أهي، بس دي أجدد منها، فهتلاقوها لسه بخيرها، لسه جميلة. والصراحة يوم الجمعة التمشية في المكان ده بالدنيا وبما فيها، في الشارع ده بالذات. على اليمين ال645 وعلى الشمال ال309. جم
جمعة مباركة علينا كلنا بإذن الله. حضرتك منوراني يا فندم، الله يبارك لك. براجولا دي بقى أجمل، هوريكوا لاندسكيب اللي جوه، وهوريكوا براجولات تانية أحسن منها بكتير. زي ما انتوا شايفين هنا، بصوا السور ده عشان الأولاد الصغيرين لما يلعبوا مفيش حد يقع. طبعا الصوت اللي انتوا سامعينه ورايا ده بتاع الأنابيب، وتقريبا هيطلع عم حمدي أو عم أبو أحمد، كلهم هنا أبو أحمد وأبو محمد. الأنابيب عندنا هنا ده شيء أساسي، ما ينفعش ما يكونش فيه أنابيب. بدون الأنابيب هنلوص لغاية أما بإذن الله يخش لنا الغاز. طيب عمارة 132 دي عايزاها في أنهي حي؟ ما انت حضرتك برضو ايه، قولي لي حي النرجس 1 أو حي النرجس 2، عشان في كذا 132. على العموم ادي عمارة من 20 ل 26، البارك بتاعها كبير اهو ما شاء الله، البارك بتاعها حلو اهو. ال645 عشان اللي ما شافش ال645، اهلا بكل جيراني في 645 ما شاء الله. فعلا الطرق، بص الطرق عندنا هنا كلها حلوه الحمد لله، لان الحي حي النرجس 1 وحي النرجس 2 من الاحياء القديمه، مش جداد، هم مبنيين من فتره. النرجس 2 هو اللي لسه مبني. ادي المدرسه اهي، كل اللي سأل على المدارس اهي، بس لسه المدرسة ما فتحتش. اللي يعرف اسم المدرسة دي ايه يكتب لنا يا جماعة، انا مش عارف الصراحة لان مفيش يافطة مكتوب عليها. ده مشروع 645 حدائق اكتوبر. اللي بيسأل دي مدينة ايه، دي مدينة حدائق اكتوبر. احنا في حي النرجس 1 اهو، وحي النرجس 2 في حدائق اكتوبر. انا ساكن في حدائق اكتوبر. في ناس كتير بتتلخبط لما بقول حي النرجس، لان حي النرجس تقريبا موجود برضو في مدينة بدر وفي 15 مايو، مش في حدائق اكتوبر بس، لكن هم موجودين تقريبا في كل مدينة في حي النرجس. لا ده مش مشروع ال607، احنا في ال309 مدرسة يا جماعة، بس لسه ما فتحتش. مع حضرتك المشروع بتاعك لسه بيتسلم، عشان كده المنطقة فاضية. لكن احنا هنا في ناس ساكنة بقالها 6 سنين، في ناس ساكنة بقالها 5 سنين، انا ساكن بقالي سنة، في ناس تانية لسه بتنقل. واللي عايز ينقل يا جماعة انا بقول له تعالى، المكان كله خدمات زي ما انتوا شايفين. المنطقة هادية وجميلة وفيها ناس، والخدمات كلها موجودة فيها، يعني مفيش، مش صحراء يا جماعة، لا اهو الناس عايشين اهو. اول لما جيت واتمشيت في الشارع ده، الجنب الشمال ده كان لسه بيتبني، 309 ده كان لسه بيتبني، كانت عمارات على المحاره بس، والعمال كانوا موجودين بس. فوجئت بقى الفتره دي انها اتظبطت بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، والناس كلها بدات تسكن. اي حد يجيله تخصيص يبدا ينقل على طول، فالمكان بقى عمار في فتره قريبه جدا. حتى الاناره عندنا هنا بالليل لا، الدنيا امان، مفيش مشكله، الطرق كلها منوره، مفيش منطقه فاضيه. حتى لو تاخدوا بالكم العواميد منوره اهي، يعني احنا لسه الدنيا ما ليلتش، بس كده في مشكله فيها يعني. دي الخلفي بتاع العماير، شايفين التشطيب والفينش ما شاء الله. انا بحب ال309 جدا يا جماعه، منطقه لسه بكر ولسه جميله ولسه ما بقتش عشوائيه. خلينا نطلع نمشي كده ايه، نخش جوه ونمشي في الحته دي، افرجكم جوه ايه شكلها ازاي. انتوا تنوروا.
والبراجولا والمنطقة كلها تنور والله بيك يا فندم. احنا كده دخلنا ما بين العماير جوه اهو. النهارده الجمعة يوم الاجازة، كل نازل اهو بيقعد على الكراسي دي. الجو النهارده جميل الحمد لله، مش هوا ومش حر ومش شمس، يعني المكان ضلة. حبيت اخدكم ونمشي جوه عشان نتفرج على اللاند سكيب مع بعض. ما انا هقول لحضرتك بالنسبة للشكل الخارجي، الشكل الخارجي جميل جدا. يعني قبل ما الناس تيجي تسكن وتقعد هتلاقي العمارة شكلها جميل جدا زي ما انت شايف كده. هتلاقي المساحات الخضراء جميلة جدا، هتلاقي الطرق والأرصفة لسه محتفظة بنفسها. بس لما الناس بتيجي تسكن الدنيا بتبوظ. أولاد صغيرين، العمال، السكان، الأفعال الخاطئة، كل ده بيأثر على المكان. البنية التحتية فيها مشكلة، السباكة بالذات، السباكة بالذات فيها مشكلة. يعني بص حضرتك ادي الخلف اهو مفيهوش لسه اي مشكلة، وانا بصور دلوقتي هوريكي شقة من الشقق مثلا اللي فيها مشكلة في السباكة، هتلاقيها ناشعة وبوظت واجهة العمارة. السباكة ثم السباكة ثم السباكة. السباكة في الاسكان اهم حاجة تتعمل. لو ما اسستيش السباكة صح هتضر اللي تحتيكي، والارضية عندك والسيراميك وكل حاجة هتبوظ. فانا بنصح اي حد اخد الشقة بتاعته اللي هو يظبط السباكة بتاعته الاول، وبعد كده يتوكل على الله ويقعد في شقته. استاذ وائل، انا في حي النرجس في حدائق اكتوبر. لا ملهاش دعوه بغرب المطار، حدائق اكتوبر ملهاش دعوه بغرب المطار. احنا بعد صينيه الواحات على الطريق الاوسطي. ده اهو، ده شكل العماير من جوه. العماير دي اللي بتبص على المدرسه اللي انا سالتكم قلت لكم اسمها ايه وانا مش عارفها عشان لسه مفيش شفطه محطوطه عليها. بص بقى اللي احنا بنتكلم عليه، العمارة دي من فوق مرشحة ازاي، السباكة عملت فيها ايه. فده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو لو انت مظبطتش السباكة بتاعتك بتبوظ منظر العمارة، العمارة شكلها بيبوظ. بص العمارة اهي مفيهاش اي مشكلة عشان مفيش ناس كتير لسه سكنت فيها، لكن اول ما الناس بتقعد فيها يبدأ الرشح يبان، شكل العمارة يتغير، يبهت، يرشح، يبقى في مشكلة. لكن طول ما السباكة بتاعت حضرتك تمام وانت اكدت على السباكة وغيرك اكد على السباكة تمام، احنا قدام عمر 55 يا فندم. دي عماير 309. السلام عليكم. دي عمارة 54 ما شاء الله، شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله. اللي في وشنا دي عماير 75 متر بسم الله ما شاء الله. دي قاعدة حلوة كده عشان ايه، تبقى قاعد قدام البيت. طيب انا انزل منين؟ اهي انزل من هنا. عمارة 53 مركب كالون الكتروني زي اللي احنا مركبينه وزي اللي انا فرجتكم عليه عندي في العمارة. الاستاذ علي، لا ده مش غرب المطار، دي حدائق اكتوبر 645 عمارة. العماير هنا على مستويات، مستوى عالي اتعمل فيه الانترلوك بالشكل ده، ومستوى عادي معلوش الانترلوك. بصوا الغاز وصل تحت اهو، الشاكوش بتاعه تحت اهو، لكن لسه ما وصلش للعمارة. عدادات المية لسه عاملين عليها حديد.
احنا رجعنا تاني من نفس المكان عشان نكمل في الطريق اللي احنا كنا ماشيين فيه. متنسوش يا جماعة اللي عايز يشوف عماير 75 متر يكتب لي، وانا بإذن الله اصور لكم عماير 75. طيب نقول لهم نحن السابقون وانتم اللاحقون على ايه؟ استاذ محمد احمد الله يبارك لك انت كمان يا رب. الناس قاعدين اهم ما شاء الله. النهارده الجمعه، ما شاء الله، جمعه طيبه وجمعه مباركه علينا كلنا الحمد لله. احلى حاجه هنا ان انت مش بتضطر تخرج بره منطقتك. عايز تنزل تقعد انت والاولاد، جايلك ضيوف، تنزل تقعد في المساحات الخضراء بتاعتك، تنزل تقعد تحت العمارة. تحت العمارة عندك مش تمام لسه ما تظبطش، في عماير تانية اتظبطت تقدر تنزل تقعد عندها. محدش يقول لك انت قاعد هنا ليه، دي عمارتي، لا. مشكلة الكلاب الأزلية طبعا انا مش عارف دي عصابة ايه عشان دي مش منطقتي، بس انا داخل على عصابة جديدة وهم مش عارفيني. يعني الكلب بيعض. مشكلة الكلاب في كل حتة، يعني مهما قعدنا نتكلم ونقول الكلاب محدش بيحل مشكلة الكلاب. سيبهم نروح الناحية التانية. حتى لو رحنا الناحية التانية بص الكلب يبص لي ازاي. دي البراجولة الحلوة اللي انا بقول لكم عليها، ما بين كل عمارة وعمارة لازم يكون في براجولة. بص انا هعدي من جنبكم وانتوا مالكوش دعوة بيا وانا ماليش دعوة بيكم. ان شاء الله عبالكم لما تسكنوا ان شاء الله وشققكم كده تبقى احسن شقق في الدنيا. السباكة حضرتك اهم حاجة تعمليها الارضية لازم تتعمل، بتتكسر. وفي فيديو عندي على الصفحة بيبين ويوضح انا غيرت السباكة عندي ازاي. الارضية بتتكسر، بتطمني على البانيو، تشوف البانيو فيه مشكلة ولا لأ، تشوفي الصرف اللي في الارض مكسور ولا لا، بتشيلي الصحي الاول وبعد كده بتكسري السيراميك، تشوفي العزل تطمني عليه، ولو العزل تمام ترجعي الرمله مره تانية لو الرمله ما فيهاش مشكله، او بتجيبي رمله جديده وتحطيها، وبعد كده تعملي سيراميك مره تانية، وبعد كده بترجعي الصحي وتأكدي عليه كويس وتأكدي على الوصلات. وده بالنسبة للسباكة الأرضي، لأن بنسبة 80% من رشح العماير بيبقى سببها البيبة بتاعة الصرف وسببها البانيو. للأسف السباكين اللي بيعملوا الصرف ما بيعملوش السباكة بضمير. السباكة بالنسبة لهم شقلب وقلب. فاللي بيحصل ان اول استعمال للميه الميه بتتسرب تحت السيراميك. طب هي ما بتلاقيش مكان تخرج منه وتبدا تخرج من الحيطه، وطبعا لما هي تخرج من الحيطه هتسبب لكم مشاكل كتير. هتنشأ على العماره، هتنزل على الجار عندكم تحت، ودي مشكله ان الميه تنزل على الجار تحت. فحضرتك لما بتأمني الأرضية، أنا شلت البانيو القدم عامة، البانيو القدم ملوش لازمة، فأنا شلت البانيو القدم وظبطت البيبة وتأكدت إن مفيش تسريب من البيبة. وفي فيديو بيوضح شكل البيبة عندي كانت عاملة إزاي، عبارة عن علبة محطوطة وخلاص، وحتى مش معمولة بأسمنت. يعني أي مية بتنزل، المية دي كانت تحت عند جاري على طول. في بعض الأحياء زي عندنا هنا المية كانت شغالة، في أحياء جديدة هم قافلين عليها المية أو لسه البنية التحتية ما خلصتش، فمفيش مية واصلة فيها، فبالتالي حضرتك مش موجود عندك مية. أستاذ علي أسعار الشقق، السؤال ده ما يتسألش للأسف. ليه؟ كل إعلان ليه السعر بتاعه.
كل شقة سعرها بيختلف عن الشقة اللي جنبها. حتى لو احنا الاتنين في عمارة واحدة، احنا الاتنين لو في شقة واحدة السعر بيختلف. البنك بيحدد حسب حاجات كتير سعر الشقة، بيحدد حسب سن حضرتك، حسب شغلك، حسب مرتبك، انت متأمن عليك ولا لأ، الوحدة بتاعتك 3 أوض وصالة ولا 2 وصالة، المشروع بتاعك فين، متوسط الدخل ولا محدود الدخل. فمفيش شقة زي التانية، مفيش أسعار ثابتة. في هتسمع نص مليون وهتسمع مليون وهتسمع 2 مليون، يعني حتى لو شقة صغيرة هتسمع 2 مليون. في ناس بتبيع الشقق بالسعر ده اللي هي خلصت الحظر بتاعها. آمين يا رب، عقبال ما تسكنوا إن شاء الله وشقتكم تبقى أحسن شقة في الدنيا. أستاذ زياد، أنا في حدائق أكتوبر، حي النرجس 2. أنا بصور لكم حي النرجس 2. 650,000 دول مش شرط، في الأسعار بتختلف. العمارة زي ما بقول لحضرتك، كل عمارة ممكن تختلف عن التانية في السعر بتاعها، كل مشروع ممكن يختلف، مفيش حاجة زي التانية بالظبط. الأسعار بتختلف كل يوم في سعر. لا، نصيحة بلاش، ما تشتريش. استاذ علي، صباح الفل يا رجالة. استاذ علي، نصيحة ما تشتريش من حد حاجة. الشقق هنا عليها حظر بيع، فحظر البيع بيجبرك ان انت تشتري بطريقة غير شرعية. ولو الجهاز عرف ان حضرتك اشتريت شقة بطريقة غير شرعية بيسحب منك الشقة وانت المتضرر. انت اكنك كده بترمي فلوسك في الارض. فنصيحة من اخ لاخوه، ما تشتريش حاجة عليها حظر بيع. حضرتك معاك فلوس تكيش بعد 3 سنين، لو الشقة بعد محضر الاستلام بتاعها عدى عليه 3 سنين حضرتك وهتكيش الشقة مفيش مشكلة، كده انت بتشتري شرعي. هو حتة المحلات اللي تحت انا معاكي، احسن حاجة ان مفيش محلات. ممكن تلاقي عمارة او 2 هي اللي تحتها محلات، لكن باقي كل حاجة عندنا في مول. يعني انا دلوقتي رايح عند مسجد الهدى، وسنتر الهدى هناك هو اللي فيه المحلات كلها، وفي منافذ امان زي اللي في وشنا هناك اللي انا هقرب لكم عليه ده. هنا كله منافذ امان زي دي او سنتر. منفذ امان ده في 645. ادي نرجع، ادي 309 تاني. ايه رأيكم يا جماعة في 309؟ ادي 645 عماير جميلة برضو، انا ساكن في 645 عشان محدش يقول حاجة. وادي 309 اللي في وشها. لا، ما عندناش شجر توت. الاشجار المثمرة الحكومة بتشيلها وبيسيبوا اشجار الزينة بس. الاشجار المثمرة بتسبب مشاكل بسبب الاطفال، فبيشيلوا اي شجر مثمر. لكن الاشجار الزينة بيسيبوها زي ما انتم شايفين. الجزيرة الوسطانية كلها زرع زي ما انتم شايفين كده. في عربية تبع التموين بتيجي تقف ليها مواعيد معينة، وفي الجروبات بيخطرونا بيها، بيقولوا عربية التموين موجودة في الحتة الفلانية، وأفران عيش في أفران عيش. بإذن الله لو دخلت السنتر دلوقتي أو المول أوريكم فرن العيش بإذن الله. في كل حاجة، الخدمات كلها موجودة عندنا زي ما وضحت لحضرتك، عشان احنا المشروع قديم، المشروع قديم مش جديد، فبالتالي الخدمات كلها موجودة. هتلاقي خدمة او 2 بس هي اللي مش موجودة. بص البارك ده جميل، المساحات هنا واسعة يا جماعة وجميلة. يعني احلى حاجة اللي هو ما بين كل عمارة وعمارة مش هتلاقي العماير لازقة في بعض. بصوا العماير في مساحات، في لاندسكيب في كل حتة، في مساحات واسعة، في اماكن تطلعوا تتمشوا فيها، اللي زهقان يطلع يتمشى. بالليل المكان هنا بيبقى اجمل واجمل، الاضاءة دي بتنور، والعواميد عندنا بيبقى عاملين عليها حركات حلوة. الاضاءة الداخلية بتاعت 309 او 645 بتنور، بتبقى جميلة. العواميد اللي جوه دي لما بتنور بتخلي المنظر جميل جدا. فالمكان هنا يا جماعة جميل. انصح اي حد جات له شقته
وراكنها. لا تعالوا يا جماعه، تعالوا عمروا المكان، تعالوا اقعدوا. المكان مش وحش، المكان جميل جدا وهيبقى اجمل بيكم. يعني كل جار ليا في ال 309 اعلان 14 جت الشقه بتاعته في ال 309 او ال 645. تعالى يا فندم، تعالى اقعد في شقتك. المكان رائع، المكان جميل جدا، يعني لا يعلى عليه. ما تقولش لا المكان مش ساكن، لا المكان ساكن اهو. الناس اهي رايحه جايه زي ما انتم شايفين اهو. انا مش ماشي لوحدي في الشارع، كله بيفكر زيي ونازل يتمشى. النهارده الجمعه واجازه وكله بيتمشى. ده حضرتك استاذه خديجه. انا حاليا دي حدائق اكتوبر 645 عماره، وده 309. استاذه رودينا، المكان امان جدا، لكن لو مفيش حد ساكن اكيد مش هيبقى امان. لازم تتعمر بالسكان. السكان لما هيكونوا متواجدين كل حاجه هتبقى امان. لكن المدينه لما هتكون مهجوره بندي فرصه للحراميه انهم خلاص دي حاجتهم، دي مدينتهم، يعملوا اللي انتوا عايزينه. دي عربيه وي عشان اللي عايز يقدم على خطوط الفايبر. في فيديو برضه انا منزله. الجامع بتاعنا اهو، مسجد الهدى. انا رايح عند السنتر دلوقتي. استاذه سوكا سالت على السنتر اهو، في كل حاجه عندنا اهو اهو ما شاء الله. عطاره، سوبر ماركت، خضار. الحمد لله المساحات جميله، مفيش حاجه مجروحه، بس طبعا مع الوقت ربنا يستر ما يبقاش فيه عشوائيه. استاذ معتز، المدارس في مدارس بس اخبارها ايه مش هقدر افيد حضرتك قوي، ما عنديش حد في مدرسه حاليا فما عنديش المعلومه الكافيه. بس في مدارس وان شاء الله حضرتك لما هتتفرج على البث من اوله هتشوف المدرسه. انا لسه كنت مصور ايه مدرسه، ملعب لسكان الحي. ده ببلاش يا جماعه مش بفلوس، بس بترتب بس عشان ما يبقاش ايه في عشوائيه. ان شاء الله لما يركب الغاز والميه والكهرباء ده شيء اساسي، عشان دي من مقومات الحياه. ما ينفعش حد يعيش وما فيش ميه وغاز، لكن ينفع، ما ينفعش قصدي من غير ميه وكهرباء، لكن ينفع من غير غاز عادي مفيش مشكله. احنا عايشين بالانابيب، وحضرتك كنت سامعه من شويه بتاع الانابيب وهو قاعد عمال بيخبط ويرزع وبينبه الناس اللي هو عايز انبوبه. فرن العيش اهو، حضرتك طلبت تشوفي فرن العيش، ادي فرن العيش اهو. عيش طازه بلدي، محلات هي لسه ما فتحتش، هتفتح باذن الله. المستشفيات بعيدة عننا للأسف، ودي نقطة وحشة زي نقطة الكلاب كده اللي احنا كنا بنتكلم فيها. أقرب مستشفى بعيدة، لكن في عيادات. يعني عندنا مجمع اسمه عيادات الشفا في 645، وفي قافلة طبية بتنزل كل أول شهر في 645 عند مسجد النور، وكل اخر شهر عند مسجد الهدى. هنا بتبقى واقفه في المكان ده بالظبط القافله الطبيه، وبتبقى في الجامع فوق. بس النهارده الله الشافي المعافي المسؤول عن القافله زوجته تعبانه، ندعو لها كلها بالشفاء باذن الله. فالنهارده القافله ما نزلتش بسبب المسؤول عنها ما كانش موجود، بس موجود يعني بتيجي القافله بتيجي. ربنا يبارك لك يا رب. ان شاء الله منطقتك انت كمان تبقى اجمل واحسن وتبقى احلى من كده. ال 607 مبنيه بقالها تقريبا 4 سنين او 5 سنين، بس كان في مشكله فيها وكانوا موقفين الشغل فيها، ولما رجع يشتغلوا فيها مره تانية بداتوا انتوا تستلموا. 607 والغابه الشجريه هتبقى جميله وهتبقى قريبه
من الشكل بتاع ال 309 ده. يعني هي لو هتاخدي بالك هتلاقيها نفس الشكل كده. لكل اللي بيسأل احنا فين يا جماعة، احنا في حدائق اكتوبر، سكن لكل المصريين، 309 عمارة. 309 عمارة. انا النهاردة بفرجكم على ال 309 عمارة. زي ما انتوا شايفين المكان هادي وجميل، جميل جدا. المكان رائع. حتى لو عايز تيجي فسحة وتقعد، محدش هياخد منك تذكرة، هيقول لك تعالى اتفضل. احنا قدام عمارة 109 ل 114. شايفين يا جماعة؟ انا بس في مكان حلو كده عايز اوريهولكم، وباذن الله احنا مع بعض لغايه ما اوريكم المكان الجميل ده. بصوا هنا بقى منطقه هاديه وجميله ما شاء الله. الشجره يا جماعه مع الجنينه دي عامل فيو رائع، يعني ما شاء الله. اللي بيصحى الصبح كده ويفتح البلكونه بتاعته على الفيو الجميل ده، الله يبارك له، الله يبارك له. والله يا فندم مشروع 206 او 260 بعيد عليا، انا بصور الحاجه القريبه مني. انا بس عينيا لو في اي حاجه تخليني اروح هناك واصور ما يغلاش عليك اي حاجه، لكن بعيد عني والله يا فندم، فبعتذر لك. نفس الشكل، نفس التشطيب ده عايز اقول لكم يا جماعه، او الفينش واجهه العمارات ده اجمل من التشطيب بتاعنا 645. في عمارتين هيبقوا جنب بعض دلوقتي هوريكم التشطيب وهتعرفوا. ال 645 تحس ان هي بهتت، ال 309 حتى لو بهتت هي اللون بيستحمل التراب، الشكل مستحمل التراب عشان احنا في صحراء. لا ال 16 مش جنبي خالص، ال 16 في حتة تانية. احنا هنا الاعلان ال 14، وال 645 كان الاعلان التاسع، وبعد كده المحول عاشر، وفي ناس بتقول احنا من الاعلان الثامن كمان، بس انا ما حضرتهمش. والاعلان ال 309 هنا للاعلان ال 14 بس، وفي اللي ما كانش ليه مكان في الاعلان العاشر، ودي كانت حالات استثنائيه، اخد في ال 309. يعني ممكن تلاقي حاله واحده او حالتين، مش كل الناس في الاعلان التاسع او العاشر اخد في ال 309، لا كام واحد كده. 645 هي اللي هتلاقي اعلان ثامن، اعلان تاسع، اعلان عاشر. ال 16 بياخد في اماكن تانية. وكمان 16 التكميلي تقريبا هو لسه ما توزعش، لسه في الصندوق، لسه في اجراءات ولسه في تظلمات، لسه محدش استلمه. امين يا رب، ربنا يبارك لك ويديم عليك نعمه يا رب. المشروع 262 مدينه السلام ده طبعا بعيد عني جدا جدا، لان انا في حدائق اكتوبر، فمشوار. يعني اخت حضرتك استاذه خديجه زي ما وضحت لك، لو هتشتري شقه فك حظر او هتشتري شقه كاش تتوكل على الله، لكن هتشتري شقه مش فك حظر وهتشتريها من الباطن، بلاش بلاش بلاش، علشان المشاكل. بصوا يا جماعه الهدوء بتاع الشارع عامل ازاي، اجيب لكم المنظر كده. بسم الله ما شاء الله، المكان جميل. استاذه نهى حضرتك ده حدائق اكتوبر، سكن لكل المصريين. احنا في مشروع 309 عمارة وال 645 هناك اهو، لكن احنا حاليا في نطاق ال 309 عمارة. طيب هو اعلان 18 سكن لكل المصريين 5. غرب المطار بعيد، مش هنا، غرب المطار في حتة تقريبا اكتوبر الجديدة، وحدائق اكتوبر بعيدة عن غرب المطار، ملهاش دعوة بغرب المطار. طيب انا هقول لحضرتك اللي انا فاهمه.
مش يعني ممكن حاجه ما اكونش فاهمها، فعشان محدش بس يمسكها عليا. الاعلانات كلها ملهاش حصه في الارض، مش اعلان حضرتك فقط. وانت بتمضي في العقد بتاعك بينص ان حضرتك ملكيش حصه في الارض. وده بسبب ان القانون بتاع الاسكان كده. طب لا قدر الله العماره وقعت او حصل حاجه، احنا لغايه دلوقتي ما شفناش عماره وقعت في الاسكان، فانا مش عارف ايه اللي هيتم. لكن في حاجه اسمها اسكان بديل، يعني دي وجهه نظري. يعني لو لا قدر الله حصل اي حاجه، في حاجه اسمها اسكان بديل، هياخدوا الناس اللي العماره بتاعتهم اتضررت ووقعت ويسكنوها في الاسكان البديل. بس ايه اللي هيتم انا ما عنديش فكره الصراحه، لاني زي ما وضحت لحضرتك مفيش حد حصل له حاجه لغايه دلوقتي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كنت قلت لكم الفرق ما بين عمارات ادي، بصوا 309 اهي وادي 645. بصوا الفرق، تحسوا ان العماره باهته اللون بتاعها. طبعا انتوا ما شفتوش العماير دي وهي لسه مدهونه، كانت بتبرق. عايز اقول لكم كانت اجمل من ال 309 دي بمراحل، بس مع الزمن بقى لها 5 سنين او 6 سنين، فالبربرق بتاعها راح. يقين بالله انا متشكر جدا جدا لذوق حضرتك والكلام الجميل اللي حضرتك كتبتيه دلوقتي. الله يبارك لك، الله يبارك لك، ده من ذوقك. استاذة خديجة، لا مش مسموح بالبيع. ده توزيع الكهرباء عندنا اللي بيحافظ على الكهرباء وبينظم الكهرباء. المبنى ده مهم جدا وموجود في كل حي عندنا، ممكن 1 أو 2 منه. احلى وقت الغروب، وانا يعني كنت قاصد ان انا اصور لكم وقت الغروب بسبب ان هتلاقوا الشمس اللي جايه على العماير الغربي هتخلي شكلها جميل، لكن الشمس لما هتكون جايه من فوق ولا انا هعرف اصور لكم حاجه ولا انتوا هتستمتعوا بشكل العماير. ال645 ال309. ما يا جماعه والله انا اسعار ما اعرفش، انا ولا فكرت اشتري ولا فكرت ابيع ولا بسأل في الموضوع ده، لان الحاجه الغلط انا ببعد عنها. نصيحه، بلاش تشتري اي حاجه اسكان اجتماعي. الشقه الفكه الحظر بعد 7 سنين بتكون اتهلكت. يعني انت حضرتك شوفي كده العماير دي لسه هم مستلمينها ما كملوش سنه سنتين 3، والنشع زي ما احنا ورينا، او البنية التحتية اللي اتهلكت ده في خلال 2 3 4 5 6. طيب بعد 7 سنين انت حضرتك كده بتشتري حاجة تعبت. طيب ليه ما نقدمش في الاعلانات الجديدة؟ لو حضرتك معاكي مبلغ كويس وهتشتري بيه، قدمي في متوسط الدخل، شقق جميلة جدا، وهتلاقي فيه فيديوهات عندي لشقق متوسط الدخل الصراحة اروع من هنا بكتير. هنا ولا حاجه جنب متوسط الدخل. يعني باذن الله انتظروا فيديو للعماير بتاعت متوسط الدخل انا مصور فيها زي كده برضو يا جماعه. شقق رهيبه، 120 متر، 100 متر، 110 متر، جميله جدا، فيها اسانسير، التشطيب احسن من هنا بكتير. فلو حضرتك معاكي اللي انت تشتري حاجه فك حظر، قدمي في متوسط الدخل، مش بيتأخر، تشطيبه جميل، احسن من هنا. العفو يا فندم، والله انا بنصحك كأخت، لكن حضرتك عايزه تشتري هتلاقي السماسرة كتير بيقولوا لحضرتك تعالي وهنبيع لك وهنجيب لك وما تقلقيش وهنعمل توكيل وهنعمل كذا. بس صدقيني خطر. الحكومة سمحت بعد 3 سنين من محضر الاستلام ان انتي تشتري شقة، مفيش مشكلة. او لو انت عندك شقة وبعد 3 سنين من محضر الاستلام تقدر ان انت تبيع الشقة بتاعتك. بس الاجراءات محتاجة محامي ومحتاجة حد فاهم في القانون كويس، لان انت بتروحي الجهاز وبتروحي البنك بتروحي الصندوق، الدعم اللي اتدفع صاحب الشقة بيتنازل عنه وانت بتدفعيه، البنك بيشوف فاضل عليها كام وانت بتكيش الفلوس مرة واحدة. ففي لفة حضرتك كده هتلفيها، بس دي لفة قانونية. اللفة القانونية ديت افضل لك لما تاخدي حاجة فك حظر وانت تكملي الاقساط بتاعتها.
اللي هناك ده يا جماعة الطريق الأوسطي، وادي القطر بتاع الواحات هناك اهو، لو انتوا شايفينه بيتحرك هناك اهو، بس العربيات مدارية عليه اهو. اهو اخر عربية اهي. الأستاذ اللي بيسأل، لأ دي مش 15 مايو، احنا في حدائق اكتوبر، حي النرجس 2. المستشفيات أستاذة هبة اللي بتسأل على المستشفى، لا مفيش مستشفيات قريبة مننا هنا غير مستشفى السادس أو مستشفيات تانية في أحياء تانية، وهي مش قريبة مننا. احنا عندنا مشكلة هنا في المستشفيات. استاذة نونا ربنا يبارك لك. العفو يا فندم، انا بحاول والله انصح كل واحد باللي انا مريت بيه، جايز في كلام تاني افضل من كده، جايز في حد يكون عنده كلام احسن من كده يفيد حضرتك بيه، بس دي المعلومة اللي عندي، انا بفيد حضرتك بالمعلومة اللي عندي. استاذة خديجة الله يبارك لك، شكرا لذوقك وشكرا للكلام الحلو ده. ده المدخل بتاع ال309. انا كده طلعت بيكوا على الشارع بره خالص، نهايات العماير خلاص، مشروع 309 بيخلص، وادي عمارة 189 و195. شايفين يا جماعة البارك؟ شايفين وسع مساحة ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا ننزل من هنا. كلاب منتظراني، بس انا هضحك عليها وهمشي من الناحية دي. البارك ده بقى بالليل يا جماعة بيبقى منور، الاولاد الصغيرين بقى لو ما عندهمش امتحانات ما عندهمش اي حاجة ينزلوا يلعبوا. الكشافات اللي على المدخل دي بتبقى منورة بالليل، بتعمل منظر جميل. في 645 عندنا بشكل تاني، شكل المدخل. مفيش حاجة جارحة. الشقة التانية ده حلو حلو في التصميم ده، يا بخت وربنا يبارك للي ساكن هنا. الحمد لله، ربنا يرزقك يا رب. ودعوة حلوة لكل اللي بيتفرج عليا وبيتمنى شقة، ان شاء الله ربنا يرزقك بأجمل شقة، بأحسن من ده، شقة أجمل من دي. بس هو تقريبا ده كده ناس بتتفرج زينا اهو. تعالوا الطلعة هنا عالية، نطلع من هنا من على الشارع ان شاء الله الصوت يكون واضح. استاذ سوكا التنظيم عندنا هنا جميل جدا، حتى لو في بعض السلبيات في حاجات معينة، السلبيات دي مش هتبقى زي الايجابيات. يعني المناطق الشعبية ما ينفعش نقارنها بهنا. هنا انتي في مكان صحراء والوسع معاكي، المساحات موجودة، مش نظام حارة ونظام حاجة مسدودة. لو تاخدي بالك انا اي مكان بطلع منه وبخش منه بيوصلني لمكان تاني. مفيش حاجة اسمها لا ده انا ايه ده انا دخلت في مكان سد، لا مفيش مكان سد هنا عندنا خالص. اي مكان هتخش منه وتطلع منه، اي مكان. طيب في نهاية البث يا جماعة حد عايز يقول اي حاجة؟ عشان خلاص كده انا وصلت للنهاية، الصحراء اهي خلاص، المشروع 309 خلص. ايه ماشي لوحدك يعني في الصحراء دي؟ طيب خلاص نسيبك ونمشي طالما انت مركزة في حاجة معينة. طبعا مش هنقدر نمنع الكلاب في كل حتة. طيب يا جماعة قبل ما اقفل البث، اللي عايز يشوف عماير ال75 متر يكتب لي بإذن الله في الكومنتات. عماير 75 متر، عايز اقول لكم ان شكل عماير 75 متر اجمل من دي. يعني اللي شاف شكل عماير 75 متر قبل كده هيأكد على الكلام اللي انا بقوله. مع ان العماير اوضتين وصالة، لكن
اللي رسم الشكل بتاعها او ادى اللون بتاعها من بره الصراحه جميل، مخلي ما شاء الله شكل العماير من بره جميل جدا. فاللي عايز يشوف باذن الله عماير 75 متر ما تنسوش تكتبوا لي 75 متر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا وجمعه مباركه عليكم، جمعه مباركه عليكم، وان شاء الله ان شاء الله ما يكونش في حاجه وحشه. معلش يا جماعه ثواني كده بس ايه اتاكد من حاجه بس. شايفين الشباك اللي فوق ده؟ طب انا مش عارف حد بيشوي لحمه ولا في ايه، مش عارف واضح في الكاميرا ولا لا. لا انا لسه ما روحتش بيتنا، احنا بيتنا لسه بعيد. احنا بيتنا من بعد المكان اللي انا بدأت فيه البث، لكن بس هنا في دخان طالع من الشقة دي الصراحة، وانا مش عارف ده حد بيشوي حاجة النهاردة ولا الواحد يقلق عشان الدخان. طيب تمام، الدخان طالع من البلكونة بس الحمد لله، فكده معناه اللي هو قاعد ايه الله يبارك له بيشوي لحمة وربنا يبارك له. لكل الناس اللي كانت معايا في البث النهارده حابب اقول لكم ان انا كنت مبسوط معاكم جدا، واستمتعت بالكلام معاكم وبكلامكم الجميل. في ناس كتير جدا كتبت كلام جميل انا بشكرها عليه، انا مبسوط بيه الحمد لله. الناس الايجابيه بتدي طاقه ايجابيه، والناس السلبيه صراحه انا ما بردش عليها عشان برضو بتدي طاقه سلبيه، وانا مش حمل طاقه سلبيه. فاحب اشكر كل واحد فيكم كتب كلمه كويسه في حقي، وكل واحد سأل سؤال انا ما عرفتش ارد عليه. بعد البث باذن الله هرد على كل اسئلتكم اللي موجوده، فاللي ما ردتش عليه ان شاء الله هتلاقيني برد عليك بعد ما اخلص البث. كان معكم احمد سليم، الاسكان الاجتماعي 309 عمارة 645 حي النرجس 2 حي النرجس 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.